حسيتي قبل كده إن حياتِك الحقيقية لسه ما جاتش يعني اللي أنتِ عايشاه دلوقتي هي مجرد أحداث ومواقف، مقدمات لحياتِك اللي نِفْسِك تعيشيها، اللحظة، اللحظة اللي الأمور هتتشقلب فيها رأسًا على عقب، وكأنِك امتلكتِ الفانوس السحري وطلع المارد الطيب عشان يضبّط لِك حياتِك، وكأن حياتِك دلوقتي هي رواية، الفصل المهم فيها لسه ما جاش. الفصل اللي كل مشاكلك فيها هتتحل بمجرد ظهور المارد من فانوس الأحلام. بتشتغلي في وظيفة البوزيشن فيها عالي وبيحقق لك مستوى مادي كويس، بتقابلي فارس أحلامك اللي غالبا بيكون صاحب الشركة أو على الأقل ابن صاحب الشركة، الشاب الجان اللي كل البنات كانوا بيتهبلوا عليه لكن هو حبك واختارك واتجوزك انتي، خلفتوا عيال جميلة جدا وشبه كده ولاد الأجانب. الأحلام دي تقريبا بيحلم بيها أغلب البنات والشباب كمان، ما تستغربوش الموضوع لأن دي حقيقة علمية اسمها متلازمة الانتظار. ولو الموضوع ده بيحصل معاكي الفترة دي فأنت محظوظة إن أنا ظهرت قدامك وبتكلم معاكي دلوقتي، وإن شاء الله بعد الفيديو ده ما يخلص الموضوع هيختلف معاكي بنسبة 180 درجة، وإن شاء الله الحياة هتتحسن أكتر شوية. في مقولة بتقول: يتوهم الإنسان إن الوظيفة ستجعله سعيدا، ثم يتوهم إن الزواج سيجعله سعيدا، ثم يتوهم إن الأطفال سيجعلون حياتك أسعد، ويظل يتوهم ويتوهم حتى تأتي لحظة النهاية. استنوا عليا بس كده وما تتخضوش وخلوني أكمل، هتكتشفوا إن ده حقيقي وإحنا كلنا بنعمل ده بشكل أو بآخر. يعني واحنا في ابتدائي كنا بنحلم وبنتمنى ان المرحلة دي تخلص عشان نطلع اعدادي، هنكتب بالقلم الجاف ونكون كبرنا شوية ونجيب الأدوات الهندسية ونشتغل بيها زي ما كنا بنشوف اخواتنا اللي أكبر منا بيعملوا كده. طلعنا اعدادي والحمد لله خلاص قربنا نوصل لآخر سنة فيها، بنتمنى ونحلم طول الوقت ان احنا عايزين نطلع ثانوي عشان نكبر اكتر، وحلم الكلية بيقرب شوية بشوية. خلصنا المرحلة الثانوية والحمد لله دخلنا على مرحلة الكلية، الحلم الكبير اللي كنا كلنا بنحلمه، نفسنا نروح الكلية، الحرية، القرارات اللي بناخدوها بنفسنا، انا عايزة ايه، انا هعمل ده، انا مش هعمل ده، الرحلات، الخروج بحرية مطلقة. خلاص امي وابويا انا وصلت للكلية فهم عارفين خلاص ان انا بقيت كبير حر اعرف اعمل اللي انا عايزه بدون اي وصي عليا. المرحلة دي عدت كلها بسلام، دخلنا بقى على مرحلة انا نفسي اشتغل ايه الشغل اللي هيحقق لي مستوى مادي كويس ان كنت راجل عشان اقدر افتح بيت واعمل بيت ناجح سليم، اكفي البيت دوت من كل متطلباته. الاحلام دي كلها بنعيشها لفترة مش قليلة، وطبعا التطلعات المتكررة دي طبعا رغبة في الارتقاء، وبنعيش على امل ان احنا نوصل للحياة المثالية اللي هنلاقي فيها السعادة المنشودة. لكن للأسف الإنسان عايش في حالة من عدم الرضا الكامل والاستمتاع بالحاضر، وتأجيل الرضا والاستمتاع ده لوقت ما في المستقبل، لحد ما بندرك في النهاية إن المشوار قرب يخلص وإن الحياة كانت قدامنا طول الوقت، بس احنا رافضين إن احنا نعيشها ومأجلين كل حاجة للمستقبل لحد ما الأمور كلها تبقى على ما يرام من وجهة نظرنا. لو حسيتي إن الكلام لمس معاكي او انتي بصورة او باخرى بتعيشي الحاجات دي، فانا هقولك على كام نقطة ان شاء الله باذن الله تساعدك ان انتي تحليها وتكوني ان شاء الله باذن الله احسن. اول خطوة ادراك ان السعادة مهارة واختيار. في مقولة بتقول ان السعادة هي اختيار ومهارة، اختيارك انتي ومهارة انتي ممكن جدا تكتسبيها وتقويها وتكوني ناجحة جدا فيها كمان.
يعني أكيد في مننا كتير سمع من بعض الأشخاص يقولك أنا بختار أكون سعيد، أنا قررت النهاردة أكون مبسوط ومفيش حاجة هسمح لها تعكنن عليا وتقلب لي مودي النهاردة. يعني احنا متعودين ان السعادة دي هبة من شخص تاني لينا، هو اللي بيقدمها لنا في صورة هدية أو مصلحة حلها لي، أو مهارة نفسي أتعلمها منه فهو علمها لي. يعني السعادة متوقفة على وجود شخص آخر معايا مش عليا أنا، وده بشكل أو بآخر غلط طبعا. السعادة اللي انتي بتحلمي بيها محدش هيديها لك كده منحة، لأ، ده لازم انتي تسعي ليها وتتعبي لحد ما تنوليها من بق الأسد زي ما بيقولوا. دايما بيستوقفني مشهد عند الممثلين أو المطربين، مشهد تملي بسمعه بالذات من كل شخص نجح ووصل لشهرة ومكانة عالية، وسبحان الله ده في حد ذاته غريب ومحتاج بصراحة دراسة أعمق شوية. إن كل واحد فيهم يقول أنا ياما تعبت ولفيت على الاستوديوهات والمنتجين عشان بس اخد فرصة صغيرة قوي، بس الفرصة الصغيرة دي كانت بالنسبة له هي بداية الطريق. ويقولك ده أنا كنت بقعد باليومين والتلاتة من غير أكل تقريبا، وكنت بمشي مسافات بعيدة قوي عشان أروح الاستوديو ده للاستوديو ده. طب ليه تمشي؟ ما ركبتش أي مواصلة ليه؟ يضحك كده ويقولك ما هو أنا لو كان معايا حق المواصلات أكيد كنت ركبت، يعني ما أنا مش غاوي تعب. لكن أنا ما كانش معايا حق التوصيلة، والرغم من كده ما استسلمش، ما قالش لأ مش هلعب، أنا تعبت. هو لو كان ينفع أكيد كانت الفرصة جت، لكن سبحان الله الفرصة فرص، والتعب اتحول لنجاح وتميز، مع تحفظي هنا في نوع المجال نفسه، وإني في الحقيقة معترضة على بعض منهم في الأداء والسلوك. ولكن ربنا سبحانه وتعالى مع اللي بيسعى ويتعب، واللي بيحاول مرة ومية ما يستسلمش، لأن أكيد هيجي اليوم اللي هتنجح فيه. الله جل جلاله قال أنا عند حسن ظن عبدي بي. احسن الظن بالله، ويتأكد ان مع العمل المستمر والتعب والشغل على نفسك ربنا هيديك وتفرح بنجاحك إن شاء الله. وللحديث بقية.